نسخة 2009 من عرض سمر سلام كانت نسخة مميزة، نسخة نادرة، فيها ماتشات نظيفة ومليانة نجوم كبار وحجز مظبوط للماتشات. من الآخر كان عرض ابن ناس. فخلينا نراجع العرض ده ونشوف ايه اللي حصل. في أصوات بتحكي قصص، ولكن أنا الصوت اللي بيحول الحكاية لمعركة وبيخلي كل لحظة بتسمعها ممتعة. أنا راسل سبوت، وده مش فيديو عادي، ودي مش مجرد قناة، دي الحلبة نفسها. فعاوزك تضرب الجرس وخلي الحكاية تبدأ. مبدئيا كده انترو العرض كان عن طريق فريق دي اكس، تريبل اتش وشون مايكلز، اللي كان بقالهم فترة بعيد عن بعض وكل واحد فيهم في سكة. جمعتهم بعض الماتشات، لكن العرض ده كان بيمثل عودتهم الرسمية لآخر فترة بدوام كامل في مسيرتهم قبل ما ندخل على سنة 2010، وانت اكيد عارف بقى ايه اللي حصل. المباراة الافتتاحية في العرض ده كانت ري ميستيريو ضد دولف زيجلر، والمباراة كانت على بطولة القارات. بطولة القارات الفترة دي كانت مع ناس مش قليلين، كانت بتروح لميستيريو شوية وجيريكو شوية، وكانت مع JBL في أول السنة، يعني مصارعين كبار كانوا ماسكينها. لكن عندك هنا في سمر سلام كانت دي أكبر ليلة في مسيرة دولف زيجلر، لأنها كانت أول مشاركة ليه في عرض سمر سلام بشخصيته دي وبيلعب على بطولة القارات، ولو كسبها هتكون أول بطولة فردية ليه. بصراحة ميستيريو كان عامل أداء عالي جدا، لكن زيجلر كان معروف عنه إن هو غشيم ومش سهل، ما كانش وحش، بس كانت هي دي شخصيته. وأحلى حاجة فيه لحد النهاردة السيلينج. نتيجة الماتش ده كانت لصالح ميستيريو. يمكن الواحد بيبص دلوقتي بيقول زيجلر كان يستحق الفوز، خصوصا انه خسر قصاد ري ميستيريو في عرض نايت اوف تشامبيونز قبل العرض ده، لكن برضه احنا ناسيين ان ميستيريو كان محبوب اكتر منه، فكانت نتيجة مرضية للجمهور. وتعويضا لزيجلر فهو كسب البطولة دي بعد فترة مش طويلة. بعد كده عندك ماتش MVP ضد جاك سواجر، الاثنين كانوا بيتنافسوا على مين يكون وجه امريكا الجاي. بصراحة جاك سواجر ما كانش حد بيطيقه، لكن بعد فترة اثبت انه فعلا اول امريكان، لكن في الوقت ده MVP كان ليه شعبيه اكتر منه بمراحل، ففوز MVP كان حاجه كويسه. وعموما الماتش ما طولش اصلا وكانت مباراه عاديه جدا. نيجي بقى لمباراه التاج تيم، جيري شو ضد كرايم تايم. قبل العرض ده كرايم تايم فازوا بفرصه للمنافسه على بطوله الفرق، وكانوا بيحاولوا يثبتوا نفسهم قدام فريق جيري شو اللي كان لسه معمول جديد، واللي اتشكل بعد اصابه ايدج اللي كان عامل فريق مع كريس جيريكو. فلما ايدج اتصاب راح بيج شو انضم لكريس جيريكو وعملوا فريق سوا وبقوا ابطال التاج تيم. الفريق ده كان قليطه، يعني جيريكو لوحده تنك، وبيج شو لما انضم ليه بقى زيه بالظبط. فكميه سماجه كانت بتبظ من وشوشهم بطريقه مش طبيعيه، كميه ثقه في النفس وقرف على الجمهور وعلى نفسيهم، ايه ده يا جدع. وطبعا جيريكو كان بيستغل بيج شو مش اكتر، لانه ضخم وهيساعده يحتفظ بالبطوله لوقت اطول، وهو ده اللي حصل فعلا. جيري شو احتفظوا بالالقاب بعد لما بيج شو استخدم حجمه لمصلحه الفريق. بعد كده عندك عداوة كين وجريت كالي. العداوة دي كانت بمثابة جودزيلا ضد كونج مثلا، اتنين عمالقة بيتخانقوا. القصة كانت ان كين خطف رانجن اخو جريت كالي اللي كان بيطلع معاه ويقدمه واللي بنقول عليه مدير اعماله، وده ادى العداوة بين العملاقين. كانت القصة فعلا فيها طابع وحش ضد وحش زي ما قلت لك. وفي الماتش ده كين فاز بعد لما استخدم تكتيكاته المعتادة وغفل كالي، وفجأة بنلاقي اخو كالي موجود مش عارف ازاي. ندخل في المهم بقى، مباراة الدي اكس ضد ليجاسي. قصة العداوة دي إن تريبل اتش فشل في القضاء على ليجاسي لوحده، فاضطر يرجع شون مايكلز من الاعتزال المؤقت بعد لما خسر قصاد اندرتيكر في راس الميديا 25، لأن ثقته بنفسه كانت ضايعة والموضوع كان عامل له أزمة، فحب يبعد عشان نفسيته تتظبط. فتريبل اتش قعد يدور عليه فترة لحد لما لقاه وحاول يقنعه يرجع تاني ويتحدوا سوا زي زمان. والكلام ده ودانا لعودة فريق دي جينيريشن اكس. ولما رجع كان في منافسة قوية بين الفريقين. كان باين ان شون مايكلز مش زي الاول ولسه محتاج يتأقلم وياخد على اجواء عشان بقاله كتير غايب ومحبط. لكن لما رحنا لسمر سلام شفنا حاجه حلوه جدا. مبدئيا الدخله بتاعتهم في سمر سلام كانت حاجه جامده، داخلين بدبابه سوا، وكان في عساكر جيش قبل ما يدخلوا، واغنيه مختلفه في البدايه، حاجه مميزه وجامده جدا. بس انا مستغرب ازاي دخلوا الاول مش ليجاسي، يعني المفروض الدخلات الجامده بتكون في الاخر، ما تعرفش بقى مأجرين الدبابه والوقت قرب يخلص ولا ايه بالظبط. المهم الماتش كان رايق، كان وسيله لدفع تيد بياسي وكودي رودز، وفي نفس الوقت هما الاثنين قدروا يرجعوا شون مايكلز تاني لاجواء الحلبه والمنافسه، وقدروا يستفزوه لحد لما طلع افضل ما عنده. والنتيجه كانت ان فريق دي اكس فاز بعد مباراه حماسيه طويله مليانه حركات مشتركه واداء ممتاز. والحلو في الفوز ده انه جه عن طريق شون مايكلز. عندك بعد كده مباراه كريستيان وويليام ريجل على بطوله الاي سي دبليو، فاللي حابب ابدا بيه ان المباراه دي كانت من اعبث الحاجات اللي شافتها عيني. كريستيان كان بطل اي سي دبليو، ويليام ريجل كسب فرصه لمواجهته، وكان معاه كوزلوف وايزيكيل جاكسون، وبداوا يهاجموا كريستيان قبل العرض، لكن النتيجه كانت حاجه تخلي الواحد يقول كلام عيب. كريستيان فاز في 8 ثواني بعد لما فاجئ ريجل قبل ما يلحق يقلع البلطو وقام غفله، اللي هو انت في ثواني بتلاقي ريجل لف معرفش ليه،
مع انه كان ممكن يقلع البلطو وهو مدي وشه لكريستيان عادي، وجاكسون وكوزلوف كل واحد فيهم لف وعمل عبيط، وبصوا هما الاثنين على الجمهور ما تعرفش ليه برضه، وكريستيان بيفنش ويعد وهم واقفين، ولا سمعوا صوت الحلبة ولا الفينش ولا الحكم اللي بيعد، ولا لمحوا بطرف عينهم كده انه تفنش، لا مفيش. وجاكسون قال ايه، بص عليهم ورجل كان بيتعدى عليه، مش يطلع بقى، لا ده استنى لحد لما الحكم خلص عد وبعد كده قرر يدخل، اللي هو قعد شويه كده يقول لك ادخل ولا ما ادخلش، ادخل ما ادخلش، ياه ما لحقتش. وبعد الماتش بيحفلوا على كريستيان كلهم هم الثلاثه. الله، طب كان فين الكلام ده قبل دقيقه واحده؟ ده انتوا حاجه غريبه جدا. بعد وجع البطن اللي شفناه ده بنخش على حاجه انضف بكتير، وهي مباراه راندي اورتن ضد جون سينا على بطوله الاتحاد. العداوه دي كانت شغاله بقالها فتره حلوه كده. راندي كان بشخصيه الافعى سايكو، وسينا كان في عز فترته بشخصيه سوبر سينا، وراندي اورتن كان معاه ليجاسي كودي رودز وتيدي بياسي، وكان دايما بيكسب بالغش وبمساعدتهم. المهم سينا ضمن انه يكون المتنافس الاول في سمر سلام وهيلاعب اورتن على البطوله، لكن المباراه دي كانت من اغرب المباريات اللي حصلت بينهم. اورتن حاول الاول ان هو ينهي الماتش لصالحه، زق الحكم وجري خد الحزام وخرج، بالتالي خسر الماتش بس لسه بطل. لكن مكمان طلب اعاده الماتش، ولو راندي اورتن كررها تاني هيخسر. راح الماتش اتعاد ولعبوا شويه، وراندي اورتن نزل خد البطوله ومشي، والحكم عدى عليه لحد 10 فخسر، لكن احتفظ برضه بالبطوله. فمكمان طلب اعاده للماتش وقال لو اورتن كررها تاني هيخسر البطوله. فراندي رجع وكملوا، وراندي عدى على سينا ولكن هو سند على الحبل فكسب واحتفظ بالبطوله. قام داخل الحكم وقال الحكم بتاع الماتش ان راندي غش، فالماتش اتعاد. ولما سينا كان بيعمله اس تي اف راح داخل شخص مجهول هاجم الحكم قبل لما راندي يستسلم. في ناس بتقول ان ده تيدي بياسي، لكن ده مش صح، لان بعد بحث طويل اكتشفت ان ده كان اخوه بريت دي بياسي، وفعلا كذا موقع مأكد الكلام ده، والسبب لحد دلوقتي مجهول. هل كان ظهوره عشوائي ولا كان متفق عليه؟ ما تفهمش. المهم ان الظهور ده كان اول واخر ظهور ليه، وبعد كده راندي اورتن غفل سينا ب2 RKO وكسب. سيناريو الماتش حلو، كانوا لسه الاثنين في عز شبابهم وقدموا افضل ما عندهم، وراندي اورتن فاز بعد مباراه فوضويه حصل فيها اعاده للمباراه تقريبا 3 مرات بسبب غشه والتدخلات اللي حصلت، لكن في الاخر راندي اورتن برضه احتفظ بالبطوله. نيجي بقى للمين ايفنت، انضف مباراه مين ايفنت ممكن تشوفها في حياتك. ممكن ما تكونش انضف مباراه، ولكن تعتبر من انضف المباريات اللي ممكن تشوفها في حياتك عموما. سيم بانك ضد جيف هاردي على بطوله العالم في مباراه من نوع TLC. بعد لما بانك صرف الشنطه على جيف هاردي بدا يتحول لشخصيته المغروره وبيعاير جيف هاردي بادمانه، وكان بيستهزأ باسلوب حياته، فالعداوه بقت شخصيه جدا. والعرض ده كان في نهايه عداوتهم في مباراه TLC. قصه العداوه كلها موجوده هنا على القناه، ومن احلى القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. ولكن الماتش كان مليان حركات جامده من الاثنين، مع ان الخلاف بينهم كان يكاد يكون حقيقي، لكن ما ننكرش ان كان في بينهم تناغم مش طبيعي، حركات ونطات مجنونه، والاثنين كانوا بيساعدوا بعض طول المباراه. ولكن في الاخر سيم بانك فاز باللقب بعد مباراه قويه جدا. وبعد الماتش سيم بانك حب يستهزأ بجيف هاردي واحتفل فوق وهو نايم على الحلبه، لكن فجاه النور بيقطع، وبدل جيف هاردي بنلاقي اندرتيكر نايم مكانه وبيمسك بانك وبيعمله شوك سلام، وبالشكل ده بيعلن انه هيكون الخصم الجاي ليه. النسخه دي من سمر سلام كانت مميزه لشويه حاجات، زي ما انت شايف عوده شون مايكلز وعوده فريد دي اكس وبدايه عداوه جامده مع ليجاسي، وكنا في عز عداوه جامده بين اورتن وسينا، وكان ده اخر ماتش لجيف هاردي على بطوله العالم واخر ماتش ليه في عرض شهري قبل ما يمشي من الاتحاد في 2009 ويبعد فتره طويله. وحصلت عوده اندرتيكر بشكل مفاجئ وبدايه عداوته مع سيم بانك. تحس ان رغم قله الماتشات الا وانه ما كانش فيه عبث، كانت ماتشات مدروسه، عداوات متكلفه، سيبك من الحشو اللي في النص زي سواجر مع MVP او ريجل مع كريستيان، كل ده عادي خالص، لانك لما بتبص على الماتشات الاساسيه او الكبيره بتلاقيها بتغنيك عن اي حاجه تانية، بتخليك تسامح في اي حاجه هبله او اي حاجه متخلفه حصلت في النص، لان الماتشات الكبيره ادت العرض حقه وكانت قد التوقعات واتعملت على اكمل وجه، فده بيخليك تحب العرض لانك اصلا مستنيه عشان الماتشات دي. على عكس دلوقتي مثلا انت بتلاقي الماتشات الجانبيه فيها متعه اكتر من الماتشات والعداوات الاساسيه اللي بيقعدوا شهور يبنوا لها. عشان كده بقول لك عرض محترم، حتى ما كانش فيه ولا ماتش سيدات، انت متخيل؟ ولا ماتش سيدات في عرض شهري. احنا دلوقتي بنلاقيهم بيعملوا لهم عرض كامل. مستوعب احنا كنا فين وبقينا فين؟ على العموم دي كانت نسخه من النسخ المفضله عندي في سلسله عروض سمر سلام، واكيد هنتكلم عن نسخ تانية، فعاوزك تقول لي ايه هي نسختك المفضله من العرض ده، وقول لي رايك في نسخه 2009 بالتحديد. ويا ريت ما تنساش اللايك، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى والكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. وده نهايه الكلام، لان راسل سبوت قال كده.